باللحظة التي ولدت فيها فارقت والدتها الحياة، فتزوج والدها من امرأة أخرى لتحمل عنه عباء تربية المولودة الصغيرة. من أول لحظة لم تعاملها برفق ولين، بل عاملتها بكل قسوة، وكانت خبيرة للغاية بكل أمور الادعاء والتصنع بمحبتها أمام والدها. وكانت لديها خططا محكمة، فلم تكن على قدر كاف من طيبة القلب وصفاء النية. وبعد شهر واحد من زواجها حملت منها، وبعد اكتمال حملها وضعت ابنة، ومن لحظة ولادتها لم تكف عن معاملتها السيئة للطفلة اليتيمة. تحسر الوالد وفقد حياته من شدة الحزن على ما آل إليه حاله. عمدت زوجة الأب إلى إخراج ابنة زوجها من المدرسة، وجعلتها تعمل بالمدرسة التي كانت تدرس بها من أجل جني المال التي تتعايش منه هي وابنتها. كانت الطفلة تعشق دراستها، مما جعلها تتوسل إلى المديرة للدراسة أثناء عملها، وإخفاء ذلك الأمر عن زوجة أبيها. اجتهدت كثيرا واستطاعت التوفيق بين دراستها وعملها بالمدرسة على الرغم من صغر سنها. استطاعت أن تحقق النجاح بالرغم من كل العقبات التي واجهتها، بعكس أختها التي كانت ترسب عاما تلو الآخر. كانت زوجة الأب تدلل ابنتها كثيرا على حساب ابنة زوجها الراحل، تفرق بينهما في كل شيء، على الرغم من أن التي تجني المال وتقوم بالإنفاق على الأسرة هي ابنة الزوج، والتي كانت لا تجد حصة من الطعام تكفيها حتى. بالكاد تنام ساعات معدودات حتى تتمكن من مواكبة تحديات كل يوم جديد من حياة عمرها. وبيوم من الأيام قرأت زوجة أبيها إعلانا عن وظيفة لمساعدة رجل من أثرى الأثرياء، ولكنه ذو طباع حاد ومزاج متقلب، فقدمت فيه باسم ابنة زوجها نظرا للعائد المادي من هذه الوظيفة. اصطحبت زوجة الأب الفتاة إلى الشركة، ودار حديث بينهما في المصعد. زوجة الأب وتمسك بيدها قلما محمرا للشفاه: ضعي القليل منه حتى يقبلك المدير في الوظيفة، إنك إن عملت معه سيمنحك الكثير من الخبرة التي لن تتمكني من الحصول عليها حتى وإن عملت في مؤسسات كبيرة. وما الحاجة من أحمر الشفاه؟ إنه في الأساس أعمى، فكيف سيتمكن من رؤية شكلي أو مظهري؟ احمدي الله أنه لن يرى شكلك أو مظهرك هذا، وإلا كان لن يعجب بك ولن يقبلك خادمة في منزله حتى. خرجتا من المصعد، وكان بالمصعد مدير الشركة ورجاله المقربون منه، وكان قد سمع كل كلمة دارت بينهما. فالمدير هو شاب في الثلاثينيات من عمره، بالرغم من فقده لعينه إلا أنه مازال متربعا على قمة هرم الأغنياء وذوي الثروات الطائلة. دائما ما تتصدر صوره صفحات المجلات رجال الأعمال. أثناء مقابلة كل المتقدمات للوظيفة قد حان دور الفتاة، فنودي على اسمها: أسيل. أول ما دخلت وجدت المدير جالسا على كرسي متحرك. اقتربي. اقتربت منه الفتاة وهي حقا خائفة من داخلها، وأول ما اقتربت منه أمسك بيدها وأجلسها على رجليه، وبدأ في ملامسة وجهها، وكان يلامس وجهها شيئا فشيئا بيده. تضايقت الفتاة وصرخت في وجهه: هل جننت؟ ما الذي تفعله؟ اعذريني، فأنا أعمى كما ترين، ويدي تقوم ما تقوم به عيني.
ألا تسألين نفسك لماذا أنت الفتاة الوحيدة التي أقابلها بنفسي؟ رسمت على ملامح الفتاة علامات التعجب وعدم الفهم، واستأنف المدير حديثه: إنها ليست المقابلة الأولى بيننا، هل تتذكرين المصعد منذ قليل؟ أسيل وهي في تعجب: المصعد؟ ألم تدعونني بالأعمى؟ الآن فهمت. أفعلت ما فعلت حتى تنتقم مني بسبب ما قلته عنك؟ أتعلم شيئا؟ إنك لا تعاني فقط من خطم في عينيك، بل بقلبك أيضا يا سيدي، وانتقامك لن يجدي معي نفعا، لأنني لا أريد وظيفتك من الأساس. رحلت الفتاة حزينة القلب، لا تدري بماذا ستخبر زوجة أبيها التي لا تريد منها إلا المال. أمي، للأسف لم يقبلوني بالوظيفة التي قدمت لها. زوجتي أبيها: لا تقلقي، لقد وقعت بدلا عنك العقد الذي تركته ورحلت. ذهلت الفتاة من أثر صدمتها بسماعها بذلك الخبر. لقد أخذت انطباعا سيئا من صاحب العمل بمحاولة إزعاجها بأكثر شيء تكرهه أية فتاة، فكيف سيتسنى لها أن تقوم بخدمة مثله؟ لم ينتهيا من الحديث إلا ودق جرس هاتفها ليعلمها بداية عملها من صباح الغد، وعليها ألا تتأخر حتى لا تدفع الثمن باهظا. نظرت الفتاة بحزن شديد إلى زوجة والدها، فلا مفر من المعضلة التي ألقت بها فيها. لقد ألقتها في قلب من النيران المشتعلة. في الصباح الباكر ذهبت إلى منزله. لقد جئت فقط لأعلمك أن عقدك غير سار المفعول، وأن من قام بتوقيعه هي زوجتي أبي. أتعلمينني ذلك لأنك تواسي نفسك ليس إلا. لن أعمل مع شخص مغرور مثلك. قام وسيم بإخبار خادمه ما يلي: أعط هاتفها وخذها إلى غرفتها حتى تهدئ من روعها، لكي لا تتمكن من الشروع في عملها، ولا تقدم لها هاتفها أبدا حتى تضع عقلها في رأسها. أسيل وهي تصرخ: أعلم جيدا أن بعينيك خطب ما، ولكن أيضا بأذنيك، ألم تسمعني جيدا؟ لا أريد العمل مع شخص مثلك. أمسك بيدها وجعلها تجلس على قدميه. حاولت الإفلات من قبضته ولكنها لم تستطع. لقد كان قوي البنية والجسمان، لم يتركها إلا بمزاجه بعدما أخبرها: لقد حولت المال الخاص بعملك على حساب زوجة أبيك المصرفي، وبذلك صار العقد ساري المفعول، وأعتقد أنك لن تقدري على دفع الشرط الجزائي. سالت الدموع من عيني الفتاة، ولكنها ربطت على جأشها ولم تبين من ذلك شيئا. كانت أسيل حزينة للغاية، وقد ضايقها أيضا بإمساكها بمثل تلك الطريقة، فلم تدر بنفسها إلا ويدها ترتطم على وجهه. جعلته يغضب منها ويأمر خادمه بأن يسجنها ليلة كاملة بحجرة التخزين المظلمة حتى تتمكن من تهدئة نفسها. قضت أسيل الليلة كاملة تعيد ذكرياتها الأليمة والموجعة للقلوب بكل ما تفعله زوجة أبيها معها، على الرغم من أن ابنتها أي أختها، إلا أن معاملتها تختلف بينهما اختلاف السماء عن الأرض. وفي صباح اليوم التالي أخرجها الخادم من الحجرة
ولكنها كانت قد شاهدت صورة فوتوغرافية لصاحب العمل مع فتاة جميلة للغاية توضح مدى علاقتهما الوطيدة لبعضهما البعض. لقد كان عاطفيا معها للغاية، أمرها بالجلوس معه على الطاولة، غير أن الفتاة كانت من شدة حزنها لا تشعر بالجوع من الأساس. أعلمها بجدول أعمالها وما المطلوب منها تحديدا. كانت متفانية جدا في عملها، وبيوم من الأيام سألها خادمه الوفي عن ما إذا رأت الصورة بحجرة التخزين، فأجابت: نعم، ولكنني لم أتعمد ذلك، لقد وقعت أمام عيني صدفة. فأخبرها عن قصة تلك الفتاة كاملة. هذه الفتاة لا طالما أحبها وفضلها على نفسه، وبذل الغالي والنفيس لإرضائها وفي سبيل إسعادها. لقد كانت سببا في فقدانه لبصره ودخوله إلى مثل هذه الحياة المظلمة. بيوم كانت ثملة للغاية سألته هي أن تقود بهما السيارة، ولأنه لا يرفض لها طلبا مهما كلفه الأمر لبى لها رغبتها هذه المرة أيضا، ولكنه كان لا يعلم أن الثمن سيكون باهظا ومكلفا إلى أبعد الحدود. لم تتمكن من السيطرة على السيارة، فكان حادثا مروعا أصيب فيه ودفع عيناه ثمنا. لم تكتفي بهذا القدر فقط، بل أخبرته بأول لحظة يعلم فيها أنه لن يرى نور الحياة من جديد، أنها لن تتمكن من قضاء حياتها مع شخص أعمى. تعقدت حياته وفقد ثقته في كل وأي شخص كان. وأنت تتساءلين عن سبب معاملته القاسية لك بالمسعد. تتذكرين جيدا عندما ذكرتي بأنه أعمى؟ ألم تطلبي حينها معاداته بهذه الطريقة؟ لقد فطر قلبها بكلامه، فكل تلك المعاملة القاسية تأتي من شخص طيب القلب ومرهف المشاعر. إنه يعاملني هكذا لأنه مثلي تعرض للخيانة، ففطرت قلبه فحسر ثقته بالباقين. يا له من مسكين. قطعت الفتاة عهدا على نفسها بأن تساعده بكل ما أوتيت من قوة.